صباح الخير، صباح الورد، صباح السعادة. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهارده طبعا بصور لكم الفيديو ده قبل رمضان بيوم، وانا نازله كده السوق. هنزل كفر الشيخ اشتري شويه حاجات اللي ناقصاني طبعا في البيت. هنستعد بقى لرمضان، فقلت اخدكم معايا كده جوله. لو عرفت اصور بره هيبقى الفيديو هيبقى عباره عن جوله ومشتريات. لو ما عرفتش اصور بره هيبقى الفيديو عباره عن مشتريات بس. لما ارجع البيت تاني هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها طبعا، عشان بقى نستعد للشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين، وتعود عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب الايام بخير. قبل بقى ما ندخل الفيديو كده ونشوف هنعمل فيه ايه، ما تنسونيش تحطوا له لايك، ولو مش مشتركين عندي في القناه اتفضلوا نوروني وشرفوني كده، وزودوا عيلتي الجميله اللي هتكبر بيكم ومعاكم، واشتركوا عندي وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. الفيديو بتاعنا النهارده فيديو حلو قوي، اتمنى يعجبكم حبايب قلبي. وحشتوني كتير كتير من اخر فيديو من فيديوهاتنا القديمه بتاعت الروتينات والوصفات والجولات بقى والريفيوهات الجميله. حبيب قلبي ما تنسونيش اهم حاجه اللايك للفيديو وبس. وحشتوني. يلا بينا بقى نكمل الفيديو بتاعنا، يا اما جولة بره يا اما مشتريات في البيت. نزلت بقى جبت الحاجات اللي كانت ناقصاني، وكان نفسي بقى اصور لكم بره كده وانا بشتري الحاجة في المحلات، واجواء اصور لكم بقى اجواء الشوارع كده طبعا قبل رمضان بيوم. بس عايزه اقول لكم ان كانت زحمه رهيبه جدا، والله العظيم ما كنت عارفه امشي اصلا في الشارع، فما عرفتش اصور بره. يعني عايزه اقول لكم من كتر الزحمه انا كنت بقى في المكان، يعني وقفت في محل العطاره ده حوالي ساعتين كده على ما اشتريت التوابل اللي كانت ناقصاني، واشتريت الحاجات اللي كنت انا محتاجاها. فقلت بقى اجي النهارده بعد ما جيت كده من مشواري اصور لكم المشتريات بتاعتي في البيت. حبيب قلبي ما تنسونيش اهم حاجه اللايك، وكل سنه وانتم طيبين وبعود الايام يا رب. تعالوا بقى اقول لكم انا جبت ايه. بصوا الطقم العسل ده طقم توابل كده بلاستيك، بس البلاستيك بتاعه من البلاستيك الحلو يعني. عايزه اقول لكم الطقم ده جايباه بدول كام علبه دول كام؟ لا 8 علب اهم. دول 8 اهم ب 95 جنيه. 8 علب دولت للتوابل ب 95 جنيه. دول بركنهم على جنب كده عشان افضي بقى التوابل بتاعتي اللي انا جايباها وفيهم. تعالوا بصوا بقى اوريكم التوابل بقى اللي انا جبتها الاول. الحاجات اللي كان ناقصاني طبعا ورق اللوري. وبصوا الاول كده ده المفرش اللي هو بتاع السفرة كده اللي هنفرشه للاكل. بصوا والله بصراحة ما عدتش فاكرة هو كان سعره كام، مش فاكرة خالص هو كان سعره كام. لا نسيت من كتر ما جبت حاجات، من كتر ما دفعت فلوس وقلبي وجعني على الفلوس اللي انا صرفتها النهارده، ان انا جايبه حاجات بسيطه جدا وصرفت مبلغ جامد يعني. فانا يعني مش عايزه افتكر اصلا، بلاش افتكر الاسعار. تمام. بصوا بقى دي بقت التوابل اللي انا جبتها. جبت فول طبعا عشان نعمل بقى ندمس الفول كده للسحور. آه بصوا بقى طبعا طلعت انا الورق اللوري ده، وجبت ده فلفل حصى. دايما انا بحب اجيب الفلفل والكمون حصى، فانا جبت الفلفل دول ب20 جنيه، فلفل اسمر حصى. هحمصه انا بقى كده واطحنه عندي هنا في الكبه. والكمون كان عندي بقى، كان في ناس قرايبنا كده زارعين كمون وكانوا مشحتيننا شويه. يا جماعه الشحات ليه نص الدنيا. تمام. فكده عندنا كمون كتير الحمد لله. جبت بابريكا بقى، وجبت بهارات محشي وبهارات كفته وحبهان وكاري بقى وكركم وحاجات كتيره جدا ما شاء الله. والسبع بهارات اهو. جبت التوابل اللي كانت ناقصاني عموما. برضو عندي هنا توابل اللي كانت عندي من قبل كده يعني، فانا كنت بكمل النهارده. يعني النهارده مش كل المشتريات بتاعتي يعني. تمام. صلوا بينا على النبي يا اولاد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص جبت ده ربع جبنه رومي، انا بجيب اللي هي الوسط. ربع جبنه ده بكام؟ استنى اقول لكم ده بكام. فين السعر؟ تقريبا 73 73 و16 قرش اهو. بصوا بجيب انا من اسواق العائله، سوبر ماركت كبير يعني في كفر الشيخ وكده. وده لانشون اطياب، ده ربع كيلو برضو ب54 جنيه و72 قرش. ودي جبنه تلاجة برضو ده برضو ربع 66 جنيه و93 قرش. تمام. بقول لكم الاسعار بالتفصيل يا جماعه. بصوا ده جبنه ده ميكس الاطباء. انا بحب الاطباء جدا على فكره، يعني من احسن الجبن اللي انا جربتها.
هي الاطباء في الموزاريلا والشيدر والميكس والحاجات دي. انا احسن جبنه انا بفضلها وبستعملها بقالي فتره طويله هي الاطباء، وما بحبش استعمل غيرها. يعني ما فكرتش ان انا اغيرها اصلا. تمام. برضو جبت برضو نص كده موتزاريلا برضو اهي، دول اطباء برضو اللي انا بستخدمها. وجبت كمان بقى ايه، قلت بقى جبت ايه مشتريات الخضار بقى. ما جبتش غير كيس واحد من الملوخيه الخضراء بسمه دي، على فكره نوع حلو قوي. وكمان جبت كيس باميه. راحت فين؟ استنوا خف بس الكركبه دي اهي. ادي الباميه. بصوا بقى، هي السعر مش عليها بس هو في الفاتوره، وانا الفاتوره مش عارفه راحت فين. المهم مش لازم نقول اسعار دول. وعلى فكره الاسعار بتختلف من مكان لمكان يعني. بص دي الفاتوره بس باشت لانها كانت تحت الحاجات اللي هي ايه مجمده دي. نص الكيس الباميه ب 21 جنيه، والملوخيه ب 16 جنيه. تمام. طبعا هنشتري تاني بقى، بس انا قلت يعني ده المره دي كده، وبعد كده هبقى انزل تاني اما الدنيا بقى الزحمه دي تفوق وتخف شويه. بصوا السمبوسه دي جريت فودز. دي السمبوسه جريت دي تحفه. بصوا نوعها حلو جدا، جربوها هتعجبكم. انا جبتها قبل كده ما شاء الله عليها. وطبعا جبت لفه الجلاش برضو الحمامصي حلو قوي، استخدمته قبل كده كتير، وهو برضو من احسن الانواع الموجوده اللي انا استخدمتها. برضو الجلاش الحمامصي ده حلو. وفي بس سمبوسه الحمامصي، بس انا النوع ده بصراحه عجبني قوي. تمام. تمام. نيجي نشوف جبنا ايه تاني. لسه حطيتوا لايك ولا لسه يا حلوين؟ بصوا بقى جبت دي علبه شوكولاته دارك كده، دي خام اهي. وجبت طبعا جيلي بقى اهو. وكمان جبت نشا، نص كيلو نشا. وكمان جبت ايه تاني، وجبت ده فول، ده مكسرات الغلابه بقى ماشي. ده فول سوداني، ده فول سوداني حلو يا جماعه، هو رخيص وابن حلال وحلو قوي هيقضي الغرض. وجبت كمان زبيب، وانا عندي في الثلاجه جوز الهند بقى لها فتره ما شاء الله حلوه. جبت كيلو رز بسمتي اهو. وجبت كمان كيلو كنافه اهي. بصوا بقى دي مشتريات النهارده. عايزه اقول لكم هما مش كتير ولا حاجه، بس ما شاء الله من الحاجه الاسعار اسعارها رافعه وكل حاجه غاليه. فما شاء الله الحاجات البسيطه دي كلها بمبلغ وقدره، مش هقول لكم كام عشان ما حدش يتصدم يعني من الاسعار. بس ما حدش يتصدم ولا حاجه، لان طبعا كلنا كلنا عارفين ان الدنيا غلا والاسعار ولعت. فايه احنا ماشيين على قدنا كده، كل واحد يمشي على قده. مش لازم اجيب حاجه الشهر كلها مره واحده، لا بالعكس اجيب آه كل يعني كل محتاج حاجه انزل اجيبها، او اجيب مثلا كل اسبوع اللي معايا النهارده اجيب بيه معايا بعد اسبوع حاجه انا اصلا انزل اجيبها وبس. وكده واجيب اللي على قدي وماشي الحال. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده بقى يا حبيب قلبي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وانتظروني بقى في فيديو جديد مع روتيناتنا ووصفاتنا ان شاء الله. فيديوهاتنا كلها تعجبكم. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.